يوتيوب، هلا يوتيوب اعزائي المشاهدين من هذا الكوكب الكبير، اهلا وسهلا بكم. هو از باك احمد از باك، الهادي از باك، ابو الهداوه از باك. ولما تقول يعني احمد از باك يعني لازم حلقه من العيار الثقيل. حلقتنا لليوم يا اخوان صراع الجبابره ما بين البيك والطازج. ما اتوقع في احد ما يعرفهم، ملوك في موضوع الدجاج المقلي على مستوى العالم حقيقي. فاليوم بكل بساطه راح نجيب 5 اصناف من البيك يواجههم 5 اصناف من الطازج. طبعا الاصناف راح تكون متشابهه، يعني كذا مثلا يطلع البيك بنص البيك ويطلع بنص الطازج، يتنافسون والفايز منهم راح ياخذ نقطه. راح نعتمد طبعا اعتماد كلي على الطعم، راح نستعرض السعر والباكج ونشوف الاشياء دي، لكن زبده الموضوع هو في الطعم. فاليوم نبغى نعرف من الافضل، البيك ام الطازج؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحركة يا الله الكلجة اللي تيجي مع الحماس معفرة صح؟ إن الحماس فل، فيلا بينا نبدأ الحلقة، يلا بينا. بسم الله وعلى بركة الله. أعزائي المشاهدين فلترحبوا معنا بالطازج والبيك. أنا أصفق لكم إياها كتكيتي. أول جولة موجودة معانا في هذا التحدي واللي هي السندوتشات. أعزائي المشاهدين فلترحبوا معنا بممثل البيك في السندوتشات واللي هو بيج بيك. شو يا جماعة؟ ده ساندويتش بيج بيك. أما على يساري وعلى يمين السادة المشاهدين واللي هو الكريسبي رول ممثل الطازج. طيب نوخرهم. طيب بكم سعرهم دول؟ سعر البيج بيك ب 12 ريال وسعر الكريسبي رول ب 17 ريال، وبكذا بيج بيك يعتبر ارخص من كريسبي رول، لكن ما في اي نقاط، النقاط فقط على الطعم. طب نبدا في مين؟ في البيك ولا الطازج؟ نلعب حجر مقص على يمين الساده المشاهدين. خلونا نقول بسم الله ونبدا ناكل البيك. طبعا البيج بيك يا اخوان يعني كباكج يعتبر محترم وباكج يليق في اسم شهير مثل البيك. طبعا البيج بيك يجي منه عادي ويجي منه سبايسي، انا طبعا طالب اللي هو العادي. وهل بجبنه ولا بدون جبنه؟ هو بدون جبنه، لانه هنا في اصلا خانه كده بجبنه، لكن انا الطلب حقي كان بيج بيك، قلت لهم انا ابغى بيج بيك. بسم الله نفك البيج بيك. شوفوا يا اخوان هذا الساندويتش العملاق، بسم الله. يا سلام يا سلام والله يا جماعه حقيقي بيج. شوفوا يا جماعه الساندويتش قديش صلاه على النبي. طيب على ماذا يحتوي هذا الساندويتش؟ قطعه من الخبز وصوص الكوكتيل وقطعه كبيره نفس قطع المسحب، وفي من جوا اللي هو سلطه ملفوف، وعليه برضو الصوص والخيار المخلل. خلونا نقول بسم الله ونبدا الالتهام. بسم الله. يبدو انها منافسه مشتعله. صراحه يا جماعه سندوتش البيج بيك مره جيد. انا ماني متعود صراحه اني انا اكل مو سبايسي، انا بني ادم متعود دائما انه انا اكل في التشيكن اي شيء كذا سبايسي. ده ما هو اول مره اكله عادي وطعمه صراحه رهيب. ولكن دعونا نشاهد ماذا يوجد لدى الطازج الكريسبي رول. هل لديه كلمه ام لا؟ اوكي يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا يا اخوان إنه الكريسبي رول. طب خلونا نقول بسم الله ونلتهم الكريسبي رول. بسم الله. حقيقي حفله من اللغوصه. طبعا يا جماعه اخذنا لقمه على اساس نتعرف على المكونات اللي موجوده جوه الكريسبي رول. من جوا في اللي هو بطاطس، في اللي هو قطعه دجاج، في الصوص، وفي كذا طبقه من برا كذا على الخبز اللي هي طبقه صماط كذا، فمدي قرمشه تحفه. لكن كحجم صراحه البيج بيك اكبر، بالرغم انه ارخص لكن حجم البيج بيك اكبر. خلونا نستمتع بطعم الكريسبي رول. صح ونسيت في له جبنه كمان. طيب صراحه يا جماعه المنافسه بينهم محيره، يعني انت تتكلم على واحد بيلعب عربي مره اللي هو سندوتش البيك، واحد ثاني اللي هو لا عارف اللي فيها فزلكه كذا وظبطت معاه ساندويتش جيد، يعني عارف اللي هو ايش، فيه ساندويتش مغلف ببقسماط ومن داخله لغوصه وكذا، فاهم؟ فانت محتار احمد، يعني اوكي انت محتار، لكن النقطة الأولى لمن؟ أعزائي المشاهدين أول من سجل أهداف هذا اللقاء هو كريسبي رول. هدف أول جميل مقرمش من كريسبي رول. طيب بكذا خلصنا أول جولة، يلا نروح الجولة الثانية. يلا
نيجي الحين للجوله الثانيه. الجوله الثانيه يا جماعه هذه اللي هو المسحب، عارف اللي هي قطع الدجاجه المربعه الجميله واللذيذه. فدعونا نرحب بالمتنافسين، الناجتس من الطازج والمسحب الشهير من البيك. نشاهد ملحقات الطازج. الطازج طبعا جايبين اللي هو الخبز وثوم وحبتين كاتشب حلوين. اما البيك فجايبين ثوم والصلصه حقت المسحب وخبز البيك. طيب هنا يا جماعه طبعا 10 قطع ناجتس وهنا 10 قطع مسحب. كم سعر مسحب البيك؟ سعر مسحب البيك ب 17 ريال، اما الناجتس حق الطازج سعره ب 18 ريال. بكذا البيك اقل من وارخص من الطازج بريال واحد فقط. طيب خلونا نقول بسم الله، ودي المره نبدا بالناجتس حق الطازج. شوفوا يا جماعه ده اللي هو الناجتس حق الطازج. خلونا نقول بسم الله ونتذوق. بسم الله. يعني هو ناجتس لذيذ لكن مره عادي. يعني اوكي انا عارف انه هو مو مسحب وفي فرق كبير بينهم، لكن انه انا اخليه وجبه كذا رئيسيه ب 18 ريال، انا بالنسبه لي يعني ما احس ان انا مثلا حطلع اتغدى ولا اتعشى نيجتس. بالنسبه لي كنت افضل انه ممكن يكون سناك، عارف اللي هو كذا علبه صغيره فيها كذا كم قطعه، 5 قطع وخلاص ممكن اتسلى فيها مع الوجبه الرئيسيه حقتي. لكن طعمه لذيذ يعني. نيجي الحين لمسحب البيك. شوفوا يا جماعه دي العلبة تبعت مسحب البيك. المعروف لا يعرف، مسحب البيك يعني واحدة من الأشياء أو من الوجبات التاريخية. شوفوا يا جماعة كيف المسحب حق البيك، إشي فاخر حقيقي. خلونا نقول بسم الله ونتذوق. بسم الله. واو صراحة إشي فاخر، إشي فاخر حقيقي صراحة. دي نقطة بدون تفكير. اوكي احترامي للنجتس حق الطازج وكل شيء، لكن زي ما قلت انا بالنسبة لي يعني هو يكون سناك افضل من انه هو يكون وجبة رئيسية كذا بالطريقة هذه. والبيك يحرز التعادل. طيب كذا نتيجة 1-1، البيك نقطة والطازج نقطة. نيجي الحين للجولة الثالثة. طيب ما حنروح بعيد يا اخوان، لماذا؟ لأن الجولة الثالثة هو شيء موجود في نفس هذا الطبق واللي هي البطاطس. مبدئيا البطاطس صراحة يعني من الأشياء المهمة أنا بالنسبة لي في الوجبات الرئيسية، فراح نتذوق الآن البطاطس تبع البيك ونبدأ فيه. بسم الله. اوكي بطاطس لطيفة خفيفة ظريفة عادية جدا جميلة. نأتي الآن لبطاطس الطازج. طبعا بطاطس الطازج لو تشوفوا كذا وتلاحظوا يعني فرق الحبة ما بين بطاطس البيك وبطاطس الطازج. يعني بطاطس الطازج كذا بطاطس دبة. فخلونا نقول بسم الله ونتذوقها. بسم الله. طبعا انا بالنسبه لي بطاطس البيك يعني اللي هو انا البطاطس العاديه اللي موجود في كل الاماكن، لكن هنا لا بيحسسك انه هو بطاطس بيتي. البطاطس حق الطازج بتحس كذا فيه انه تقطيعاته مختلفه، يعني شكلها كذا دبه كذا مليان فيها بطاطس. بالنسبه لي راح اعطي النقطه الثانيه للطازج، وبكذا الطازج يسجل معانا الهدف الثاني. بكذا خلصنا الجوله الثالثه. الحين من جد دعونا ننتقل للجولة الرابعة. طيب نيجي الحين للجولة الرابعة اللي معانا واللي هي صدور الدجاج أو قطع التندرز. طيب الطلب هذا اللي هو تشيكن تندرز من الطازج، يعني أنا ما أعرف إيش بو كذا مرة صغير، وده اللي هو البيكيز اسمه بيكيز، قطع صدور دجاج برضه. صراحة أنا مستغرب مرة من الحجم يعني، وليه سناك يعني مرة صغير كذا، على الرغم إنه سعرهم هذا ب 12 ريال وهذا ب 12 ريال. خلينا نقول بسم الله ونفك اللي هي قطع صدور الدجاج حقت البيك. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعه دي اللي هي قطع صدور الدجاج حقت البيك. خلونا نقول بسم الله ونلتهمها. بسم الله. طعمه كده تحس انه جاء السبايسي، يعني فيه لذعة حاره. طبعا يا جماعه في الوجبه هذه بيجيبوا معاه اللي هو شيبس. جيد بس برا التقييم. نجي الحين للطازج. نفكه ونشوفه. صراحة لما تقعد تشوف العلبة كده تحس انه الحجم حق الدجاج حيكون مرة صغير، لكن الحجم لا يعتبر مرة طبيعي. يعني مثلا هذه، 'ا، اكبر قطعة تقريبا في حقة البيك تعتبر انه
نفس الحجم تقريبا، ما يختلفوا. وطبعا هذه 5 قطع وهذه 5 قطع. خلونا نقول بسم الله ونذوق اللي هو التشيكن تندرز حق الطازج. بسم الله. واو، هنا منافسة صعبة، هنا منافسة صعبة. يا جماعة الاثنين مرة رهيبين. شوفوا يا جماعة، التشيكن تندرز حق البيك جيد، والتشيكن تندرز حق الطازج برضه مرة جيد، فالاثنين اللي هو كل واحد احسن من الثاني حقيقي. انا لو اديت النقطة للطازج كذا ايش حيجمع 3 نقاط فحيفوز في الحلقة، ولو اديت البيك حيتعادل وحنروح للجولة الأخيرة. اوكي، هي الافضل للحلقة ما اختلفنا انه البيك يفوز على اساس نروح للجولة الأخيرة اللي هي حق البروست، لكن برضه الواحد بيكون حقاني. ليش اعطينا مثلا الطازج نقطة في الكريسبي رول؟ على اساس انه بيقدم شيء مختلف جديد، وشيء صراحة كده تحس انه خاص فيه وحيعجبك. هذا اللي نفسه اللي صاير في البيك. البيك هنا مقدم لك تشيكن تندرز بنكهته، يعني حقيقي بنكهة البيك، طعم مختلف عن التشيكن تندرز اللي انت متعود انك انت تاكلها. هنا حق الطازج جيدة مرة، لكن هي على اصولها عربي، هنا لاعب عربي، فلذلك راح اعطي هدف التعادل للبيك وننتقل لجولة أخيرة. نجي يا أخوان للمعترك الختامي والفقرة اللي راح يتحدث فيها من الأفضل، البيك أم الطازج. أعزائي المشاهدين، فلترحبوا معنا ببروست الطازج وبروست البيك. هنا لما تبى تتكلم عن حاجة اسمها دجاج مقلي، فهنا الختام الحقيقي. طبعا أنا جيت قبل كذا سويت حلقات كثيرة عن إيش أفضل بروست، لكن إيش اللي مختلف هنا؟ إنه أنا اول حلقه من يوم ما بديت القناه اطلب بروست عادي. طيب بكم سعر بروست الطازج؟ سعره ب 21 ريال، اما سعر بروست البيك ب 17 ريال، وبكذا بروست البيك اقل. نبدا في مين؟ بدينا اول في البيك، نبدا الحين في الطازج. هذا هو الباكج الجميل تبع الطازج، وده طبعا يا اخوان صحن البروست تبع البيك. شوفوا يا جماعه حتى ما في له سبايسي. نفك الطازج بسم الله، قطع البطاطس و4 قطع من الدجاج. حلو. طيب ناكل ايه ناكل ايه ناكل ايه؟ دي المرة راح ناكل اللي هي الساق. شوفوا يا جماعة، ده الرجل او الساق تبع الطازج. خلونا نقول بسم الله ونلتهم. بسم الله. اوكي، جميل، برافو. نيجي الحين للبيك. بسم الله، فوق صحن البيك. شوفوا يا جماعة، دي قطعة الدجاج تبع البيك. خلونا نقول بسم الله وندوقها. بسم الله. والله السبايسي ألذ بمليون مرة، سواء هنا ولا هنا، يعني هذا شيء لا أخفيكم فيكم إياه. أوكي، لذيذ لذيذ، لكن والله البروست سبايسي بوف قوي صح. ايش الفرق بين البروست الحراق حق البيك والبروست العادي حق البيك؟ الحراره فقط، لكن النكهه بتحسها موجوده هناك وموجوده هنا. فانا هنا على الاقل حاسس انه انا الشيء هذا جيت جربته قبل كذا. هنا النكهه السبايس اللي كانت اقوى، فدحين كاني بتعرف على البروست حق الطازج حقيقي من جديد. الاثنين طعمهم جيد، الاثنين البروست الحراق حقهم افضل من العادي، هذا ما في واحد اثنين، لكن تدي النقطه لمين يا ابو الهداوه؟ اعزائي المشاهدين، وبعد انقطاع دام ل8 شهور وفي اول حلقه الكلمات هذه تقهر اللي في وسط الحماس. اعزائي المشاهدين، فترحبوا معنا بالفائز وصاحب الهدف الثالث، واللي هو البيك. وكذا البيك هو الفائز معانا. توت توت، شد حيلك يا كتكوت، مبروك، ونحيي البيك وهارد لك للطازج، معوض ان شاء الله في الجولات القادمه. صراحه يا جماعه البيك احلى ما فيه تتبيلته، هي تتبيله خاصه بالبيك، هي دي اللي مخلتني افوز صراحه في الحلقه دي. وبس يا جماعه، وكذا وصلنا لختام الحلقه. باذن الله مستمرين وما راح ننقطع. بدايتها ان شاء الله انه يوم الجمعه الجاي باذن الله راح يكون في محتوى مختلف عن الاكل الساعه 1 ظهرا بتوقيت مكه المكرمه. باذن الله حلقه بعيده عن الاكل، حلقه كذا تحديات خفيفه لطيفه، ان شاء الله انها تنال على اعجابكم. وبس كذا انتهت الحلقه. كان الله الشخص ممكن تتكلم معنا، راح تكثر ونختلف الاذواق لبعض السلع. من الحلقه تكون عجبك حاجه لا تستطيعين لايك، شير القناه، مشترك، شير المقطع في كل مكان. كنت معكم انا احمد الهادي، الى اللقاء.